وكلنا جربنا نستخدم أدوات الترجمة، وساعات النتيجة بتكون ممتازة وساعات تانية بتكون غريبة. طيب، عشان نفهم الحكاية لازم نقسمها لأجزاء. أول وأكبر سبب للمشكلة هو إن اللغة مش مجرد قاموس بنبدل فيه كلمة بكلمة. التحدي بيبدأ من أصغر حاجة خالص، الكلمة نفسها والعبارات القصيرة. بصوا مثلا على كلمة بسيطة زي بنك، كلمة كلنا عارفينها وسهلة قوي، صح؟ بس هل الموضوع بالبساطة دي بالنسبة للكمبيوتر؟ لا خالص. الكمبيوتر لما بيشوف الكلمة دي لوحدها كده بيبقى في حيرة. كلمة بانك دي مقصود بيها إيه بالظبط؟ إحنا كبشر عقلنا بيقدر يفهم من السياق بسرعة، لكن الكمبيوتر ما عندوش الحدس ده. يعني كلمة بنك ممكن تكون بنك اللي بنحط فيه الفلوس، وممكن تكون ضفة النهر. فلو اتقالت من غير سياق واضح، الكمبيوتر هيعرف منين؟ ممكن جدا يختار المعنى الغلط، وساعتها الترجمة كلها تبوظ. والموضوع بيصعب أكتر وأكتر لما نتكلم عن حاجة اسمها التعبيرات الاصطلاحية أو الإيديومز. دي بقى كارثة لو ترجمت كلمة بكلمة. فالكمبيوتر هنا مطالب مش بس إنه يترجم، لأ، ده لازم يفهم قواعد اللغة التانية ويعيد ترتيب الجملة كلها عشان الكلام يبقى طبيعي ومفهوم. ودي مهمة مش سهلة أبداً.